الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي سيدنا محمد وآله. المغاربة في هذا اليوم في مدن عديدة خرجوا بعد صلاة الجمعة منددين بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب على كل مسلم محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لابد أن يسجل هذا الموقف على هذا السلوك الأرعن الغير المسؤول الذي مس شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نكبر في الأمة هذا السلوك الحضاري السلمي المندد بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطالب بالمناسبة يعني كل الأطراف على المستوى الدولي لسن قوانين تجرم التعرض للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولمقدسات ومعتقدات الأمم. هناك يعني قوانين وهناك يعني مساطر تجرم المس بحكايات تاريخية معينة، فأولى أن تكون هناك قوانين ونظم تجرم المس بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبمعتقدات. والمسلمون أكثر من 1.5 مليار من حقهم أن تحترم عقيدتهم، ومن حقهم أن يحترم نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت الذي ندين فيه الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أشكال الإدانة وبكل مهما كانت يعني أشكالها ومصادرها، في نفس الوقت ندين أيضا كل أشكال العنف ضد الأبرياء. ونحن مسلمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نرفض الإساءة له عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول في الحديث الصحيح: من قتل نفسا معاهدة في غير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. فهذا أصل من أصول الإسلام، أن يحترم المسلمون الأبرياء، وأن يحترم الناس، وأن يحترموا معاهدتهم وعلاقتهم مع العموم. فإذا هذه دعوة لعموم الأمة بأن تكون راشدة في احتجاجاتها وفي ذبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ننبه الأمة إلى أن تأخذ الإدانة ضد من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجملها، وأن نتمسك بكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحتج ضد الإساءة له عليه الصلاة والسلام هو أيضا الذي يحرم المس بأعراض الناس وبأعراض المسلمين. فلا ننسى هنا المذابح الآن مستمرة في بورما، وكذلك لمسلمين المسلمين في بورما، وكذلك المسلمين في سوريا وغير ذلك. فنريد كما تهب الأمة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهب لكل أمر له علاقة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودماء المسلمين وأعراض المسلمين لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث أن يحترم الناس، وأن تحترم الأمة، وأن يقوم المسلمون، وأن يقوم كل الفضلاء ضد الظلم وضد الاستبداد وضد يعني الجور الذي يصيب الأمم في كل مكان. وهذه دعوة للمسلمين جميعا أن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون لهم كلمة الواحدة. لماذا يعني يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأمة الآن في شتات، ولا أحد يعبأ ب يعني قيمة هذه الأمة حتى تنتفض وحتى تأتي برد الفعل. هذا رد الفعل محمود، لكن نريد من الأمة إن شاء الله عز وجل أن تنهض وأن تبادر إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع كلمة الأمة بين كل أبنائها داخل الوطن الواحد وداخل الأمة الواحدة. ونسأل الله عز وجل اليسر والتمكين للأمة في كل مكان. الحمد لله رب العالمين.